لو الزيت عندك بيزيد فجأة او لونه بقى خفيف كده زي البنزين، يبقى انت كده داخل على كارثة حقيقية في الموتور ومش واخد بالك منها. المشكلة مش زيت ولا طقم شمبر، المشكلة ممكن تكون في حتة صغيرة محدش بيركز معاها في العربية، اسمها رداخ البنزين. زي ما بقولك كده، الرداخ ده ممكن يخلي البنزين يدخل على الزيت، وساعتها الموتور بيبدأ يتاكل واحدة واحدة. والاخطر ان في ناس كتير بتغير زيت وفلتر والمشكلة لسه موجودة. في الفيديو ده هقولك ازاي الرداخ بيبوظ الموتور من غير ما تحس، وايه العلامات اللي لو ظهرت عندك توقف العربية فورا وتغير الرداخ. خليك معايا علشان دي من اخطر اسرار الميكانيكي اللي مش بيتقال عليها. لو انت معاك سوزوكي ماروتي، الحلقة دي مهمة ليك قوي. ليه مهمة؟ لان بقالنا فترة في ناس بتشتكي ان العربيات بيعملوا لها شمبر، وبعد ما بيخلص الشمبر العربية بتطلع تاكل زيت. لسبب من الاتنين، يعني الاستهلاك الزيت الزيادة ده ممكن يكون مشكلة في التقفيل او في قطعة الغيار، او للسبب اللي هو ظاهر دايما معانا بقاله فترة ان ناس كده بتعمل طقم شمبر بسببه. المشكلة ده ايه؟ الرداخ ده. ايه اللي بيحصل؟ ان الرق الداخلي المسؤول عن سحب البنزين وضغطه بيفلق، بيبقى بالمنظر ده، بيقوم مفلق من قلبه هنا. الرق بيفلق ويتقطع. ولما الرق ده بيفلق ويتقطع، ايه اللي بيحصل؟ ان هو وهو بيسحب البنزين من التانك عشان يضغطه على الكربراتير، بيقوم عامل ايه؟ ضغط منه جزء موديه على الزيت، بيقوم معدي من هنا. ان طبعا هو رق، فهو بيسحب، يقوم ساحب بنزين معدي من هنا داخل على غرفة الزيت جوه. فاصبح ان عرق الزيت يحل، والزيت بدل ما هو 2 كيلو ونص هتلاقي فجأة بقى 3 ونص. فدوت يخلي المكنه تحرق الزيت بتاعها اسرع لانه عرقه خف طبعا، في نفس الوقت المكنه تستهلك بنزين كتير. وساعات يحصل العكس، ان هو يسحب البنزين، يسحب قصدي الزيت، يضغطه على البنزين، يقوم اخد زيت من هنا ويقوم مرجعه في ايه؟ في قلب الكربراتير. يعني هو ضغط البنزين دلوقتي، البنزين راح عليه زيت، يقوم اخد دورته وراجع من الكربراتير للتانك، فيخلي العربيه تستهلك زيت وهي مفيش فيها شمبر. فبالتالي هتلاقي العربيه دايما بوجيهاتها معرقه، استهلاك بنزين زياده، استهلاك زيت زياده، ومحدش عارف ايه السبب. ما تنساش تشترك معنا في القناة وتفعل زر الجرس، واعمل لايك للفيديو لو عجبك، وشيره لو استفدت من اللي فيه علشان يوصل لأكتر عدد من الناس ويستفادوا بنفس المعلومة، واتبع معنا كل جديد. شكرا. ناس كتير بتلف حوالين نفسها، والله بيجي لنا ناس عملوا شمبر مرة واثنين وثلاثة والمشكلة ده عندهم ما كانوا يعرفوا. نيجي نبص على عيار الزيت ونبص على البنزين اللي في التانك نلاقيه كله اسود معانا. اوريكم حاجة شبهها، شبه البنزين اللي بيبقى نازل اسود علشان برضو تبقوا عارفين. ده البنزين على الزيت اهو، دول شويه بنزين مسحوبين اهو عليهم زيت، بيبقى نازل البنزين بالزيت لون اسود اهو. والبنزين هتيجي تنزله هتلاقي لونه اسود نفس السواد ده بالظبط. فانت الموضوع علشان تكشفه ان انت بتروح عند رياح الزيت بتاع العمه، تقوم شايله وتشم، لقيت فيه ريحه بنزين يبقى دي المشكله دي عندك. بس الكلام ده لو انت عندك مشكله استهلاك زيت او استهلاك بنزين زياده وانت ما انتش عارف من ايه. وفي نفس الوقت برضو هتروح عند التانك، لو عرفت ان انت تسحب شويه بنزين من التانك، ان ما عرفتش ممكن تشوف بص على فلتر البنزين من تحت اللي هو شفاف، ان لقيته اسود من قلبه، بنزين جوه اسود، يبقى دي المشكله دي عندك. ضروري تروح تجيب الرداخ وتغيره، يحل لك مشاكل كتيره ويريح دماغك. شكرا.